يا مساء النور والسرور وكل حاجة حلوة. خلوني أبدأ الفيديو النهاردة بإني أدعي لكل حد في الدنيا إن ربنا يعطيه ما يتمنى. وتعالوا نعمل أنبوكسنج لآيفون 13. أنا عارفة إنه موديل قديم، ولكن اللهم لك الحمد إن ربنا أراد إني أجيبه. وأنا عموما مش من الناس اللي عندهم هوس بالموبايلات وإنه لازم يكون موديل السنة. أنا الموبايل اللي معايا حاليا غير الآيفون كان موديل 2020 وما جبتش أي موبايل غيره. كان أهم حاجة عندي إن التليفون أصلا يكون شغال، ولكن أنا جبت الآيفون عشان التصوير ويساعدني في شغلي على السوشيال ميديا. وأيا كان موديل السنة أو أيا كانت سنة إيه أنا راضية، اللهم لك الحمد. أنا أول مرة أجيب الآيفون وحقيقي حاساه صعب وغريب شوية، ولكن بالتعود إن شاء الله يبقى سهل. وليه اخترت اللون الأسود؟ لأنه الصراحة كان أرخص نوع أو أرخص يعني أرخص شكل. أنا الراجل فتحهولي، ولكن لما روحت حبيت إن أنا أفتحه أول مرة معاكم. حبيت إن أنا أشارككم فرحتي، لأنكم أصلا السبب بعد ربنا في أي حاجة حلوة أنا بوصل لها بكلامكم ودعمكم. لكم من الله ما تتمنوا. وهسيبكم مع باقي الفيديو. وعلى فكرة الموبايل أنا بعمل أنبوكسنج للموبايل بس، ولكن الموبايل طبعا جاي بدون الكفرز وجاي بدون الشاحن. وأنا الصراحة مش هقول سعر الشاحن لأنه أنا اتصدمت طبعا. أكسسوارز الآيفون طلعت مختلفة تماما عن أكسسوارز الآيفون الأندرويد. ولكن لا تنسوني من صالح دعائكم بالبركة، واستنوني فيديوهات وفلوجات بالآيفون بقى. واللي يقدر يقول لي نصايح بخصوص الموبايل تساعدني في ان انا استعمله وان انا اتاقلم عليه بسرعه، وخاصه في الكاميرا، يا ريت يكتب لي في الكومنتس. وعلى فكره انا جبته باقل سعر تقريبا في السوق. انا قعدت كتير بدور على احسن سعر، وطبعا هو الحمد لله رب العالمين كان جديد، فانا جبته باقل سعر طبعا في السوق وبضمان. لو حابين تعرفوا اي تفاصيل سيبولي في الكومنتات وهقول لكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.